بيقول للفنان او للمجتمع، يعني القوى الناعمه في مصر، لعيب الكوره والفنان وحاجات كتير والاديب والرسام، بيقولوا انت صح وماشي صح مالكش دعوه بحد. كنا الاستاذ حبيبي هاني مهنا كان بيتكلم عن فن الزمن الجميل، عبد الحليم حافظ، ولاد عبد الحميد، هند رستم، عمر الشريف في فيلم الحب كان سيادته كان في العالميه، كان مشهور لكوكب الارض. لما المنتج قال له هتيجي فيلم الحب مع هدى سلطان وأمانة إبراهيم وأحمد فرحات، فرح قوي وقال أنا عايز أعمل حاجة لمصر. ما خدش الأجر اللي يتناسب مع هذا النجم. فأنا عايزة أقول إن زمن الفن الجميل كان جميل لسبب، لأن إحنا كنا متقنين العمل، بنحب العمل، بنخلص للعمل. وعشان كده أنا أخدت الحكاية دي لما سبت تمثيل واشتغلت مهندس في رئاسة الجمهورية، مكتب رئيس الجمهورية. فأنا قبل ما أطلع من المعاش 2010 الله يرحمه ورئيس الأسبق كبار إهداني قيادة الدولة التقديرية أعلى وسام شيك يا مصر. الحمد لله، وكان حظي حلو في تكريمات وأنا صغير وأنا كبير، وده جاي عليا قوي. بس في الأول أدوار دراما بموت مش عارف حتى مش عارف ايه. عزيز سكر ده مخرج عبقري كبير جدا، قال لي يا احمد انا فرحان انت او قصه دراما قوي وانا بضحك، يا ابني خليك كوميديا. قلت له انا اعمل ايه؟ قال لي عبد الحليم حافظ بيعمل فيلم شارع الحب مع صلاح مع ونجوم كوكبات كبيره جدا، فهتيجي ترقص. قلت له ارقص يعني انا عايز امثل. طبعا الواحد بيبقى في الاول مستعجل يعني. قال لي الرقصه الصغيره دي يا احمد هتخربش في دماغ الناس 50 سنه، بقى لها 64 سنه مخربشه في دماغ الناس. وشكرا، السلام عليكم.